بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يعود علينا وعليكم وعلى المسلمين كلهم بالخير والبركة وداخلين طبعا على شهر رمضان، شهر مبارك وشهر خير. قومي بقى يا حلوة منك ليها، املي بيتك خير واعملي المخلل بتاع رمضان. ومفيش داعي ان انت تشتريه، والطرش غالي وكل حاجة غالية. يعني ما فيش داعي ان احنا نشتري حاجة يا جماعة. على قد ما تقدري في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، وفري على قد ما تقدري. دول شوية مخلل هيقضوا الغرض، خيارتين على جزرتين ومشي حالك. وما فيش داعي تنزلي تشتري المخلل يا حبيبتي. الدنيا غالية، وربنا العالم بينا، وربنا يعيننا على الظروف اللي احنا فيها دي يا رب. انا عملت بقى شوات المخلل دول ترش مشكل. قلت ايه، بدل ما اروح اشتري يبقى ايه عندنا الخير موجود في بيتنا. وانا كنت طبعا عاملة الزيتون إيه في شهر 10، وهنفتح عليه في رمضان ان شاء الله مع بعض. هنفتح عليه بقى ونشوفه عامل ايه. وادي مخلي المشكل اهو، خلاص بقى كده الايه، كده السفرة كملت مخلل. اللهم صل على النبي. قبل ما نبدأ كده الفيديو بقى يا جماعة، صلوا وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حط لايك يا حبيبة قلبي، واشتركي لي في القناة، قناة مطبخ حنان الفلاحي. يا رب ما تحرم منكم ابدا ومن كومنتاتكم الجميلة. وحط لي كومنت يا بنتي يا قمر انت. انا بقى ايه، علشان بقى الحظ عارفه اصحابه الكهرباء طفت، وانا لسه هبدأ الفيديو الكهرباء قطعت. قمت واخده العزال بتاعي وطالعه بره بقى في الجنينه، وكانت الشمس طالعه والجو دافي وجميل. قمت قاعده بقى بره. وقلت بقى نضف الخضار دهوت بقى، القرص القرنبيط الحلو دهوت والجزر، واجهز المخلل على ما الكهرباء تيجي. والله يا جماعه في اليوم ده فضلت الكهرباء طافيه طول النهار، ما جاتش الا المغرب. قمت جايه بقى ايه، قاعده بقى ماسكه الجزر منضفاه، والقرنبيطه دهيت نضفتها وايه. وقلت بقى ايه، استغل الوقت ده بدل ما اقعد استنى الكهرباء جوه، لا اخلص نفسي هنا بقى. فجيت بقى ايه، مسكت القرص القرنبيط اهوت. قعدت بقى ايه فصصته بقى ونضفته، وبعدين ايه دخلت على الجزر، ركنته على جنب ودخلت على الجزر، قشرته برضه وخرطته بالمخرطة كده سريع سريع جري جري. المخرطة دي بتعمل شكل في الجزر كده، بيبقى عامل زي الجاهز يا جماعة. وقمت ماسكه بقى الخيار برضه، وانا جايبه بقى ايه، عايزه اقول لكم بس انا جايبه كيلو ونص جزر، وجايبه كيلو خيار، وجايبه نص كيلو فلفل. الفلفل اللي زي اللي بيسموه فلفل الخيار ده، بيبقى بارد ماهوش حراق. وخرطت كله بقى، مسكت كله تخريط تخريط. وقمت جاي طبعا انا كنت غسلاه الاول، غسله كل الخضار ده الاول وبعدين خرطته. وقمت جايه بقى ايه، جايبه ربط الكزبره خضره، وحوالي 5 6 فصوص توم. وجبت راس بنجرايه حلوه كده، واليومين دول البنجر حلو يا جماعه، واحنا في عز البنجر دلوقتي. ودولت بقى هنخرطهم في الاخر بعد ما نخلص الخضار بتاعنا. تمام، انا خلصت بقى تخريط، والصينيه ما كانتش واخده، فجبت الطبق الواسع ده اهو. وقلت بقى ايه، بعد ما خلصت بقى تخريط للخضار بتاعي اللي هو بقى ايه، كيلو ونص جزر. طبعا انت تعملي بقى زي ما انت عايزه تعملي 2 كيلو زودي، عايزه تقللي براحتك. فمش مش مقياس يعني المقادير دي. إيه، انا عندي بقى هنا ايه، وكان عندي قرن فلفل احمر اهوت خرطته برضه، ومسكت ربطه الكزبره دي غسلتها وبعدين خرطتها. و5 فصوص توم كده. إيه، عايزه تحطيه بحاله ماشي، عايزه تقسميه 2 زي ما انا عملت كده ماشي. إيه، في ناس بقى بتمسك الراس البنجرايه ديت، البنجرية ديت، تعملها في الكبة مع الفلفل مع التوم مع الكزبرة. لا أنا ما بحبش كده، أنا بحب أخرط كله. يعني مسكت الراس البنجرية خرطتها، والكزبرة خرطتها برضو، والراس التوم لا هم مش راس، هم 5 6 فصوص كده. قسمتهم 2 بس، وقمت مقلبة بقى الايه القرنبيط عليهم بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. طبعا بقى ايه، في الوقت ده بقى كانت الكهرباء جت، قمت واخده بقى المخلل بتاعي وداخله. وقلت بقى ايه، اجهز الميه. طبعا انا كنت غاليه الميه وسبتها تبرد. وعندي هنا حوالي 5 ليمونات. شوفوا بقى الخضار كله متخرط، حتى البنجر حتى كل حاجه. دول يا جماعه لترين ميه.
لترين ميه. لما لقيت الميه بقى قليله قمت مزوده كمان شويه، يعني بقوا حوالي 3 لتر. عملت عليهم ال5 ليمونات ده، هم عصرتهم كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الميه الافضل ان انت تغلي ميه المخلل وتسيبيها تبرد، عشان تضمني ان هو ولا يعمل ريم، ويفضل محافظ على الخضار بتاعك ما يتهريش ولا يجرى له اي حاجه. عندي هنا بقى ايه اللتر الميه، بتحط عليه 4 معالق ملح، معالق كبيره من اللي انت بتاكلي بيها، معالق الاكل. يبقى لتر الميه عليه 4 معالق ملح، معالق كبار. و... والخل بقى والليمون ده اساسي. تحط بقى ايه 3 ليمونات على اللتر ميه، او 2 كفايه. وما تكتريش الخل، لان الخل هو اللي بيهري المخلل. ما تكتريش في الخل، حاولي تقللي في الخل على قد ما تقدر. يعني دول 3 لتر ميه هنحطط لهم حوالي ربع كوبايه خل. وقمت جايه بقى ايه ادور بقى على برطمان علشان احط فيه المخلل بتاعي. ما لقيتش بقى الا العلبتين، البرطمان الصغير ده عملته ده بتاع بنتي، بملاه لها مخلل على طول وابعته لها. ده انا مخلياه لبنتي. الجردل الابيض اللي انتوا شفتوه ده بقى ملاته، وتفضل مخلل طبعا في العجان. فهعمل ايه، فضلت ادور بقى لحد ما لقيت برطمان عندي. قمت جايه بقى ايه، نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا بظبط الملح بالبيضه. بصوا يا جماعه، اول ما تلاقي البيضه عايمه كده تعرفي ان المحلول بتاعك مظبوط، خل وملح وكل حاجه. تتكل على الله بقى ايه وتزودي المخلل بتاعك وانت قلبك جامد. انا عصرت الليمون وسبته بقشره. انا بحب احط الليمون بقشره كده في المخلل، بيخلي طعمه جميل. ونسيت اقول لكم حبايب قلبي ان انا حطيت معلقتين سكر كبار في المحلول بتاعنا ده، علشان ايه، السكر مادة حافظة، بيحافظ على المخلل بتاعك ويخليه مقرمش. انا بقى لقيت البرطمان الكبير ده، حطيت فيه بقية المخلل بقى. بعد ما عبيت دول حطيت في ده بقى ايه بقية المخلل بتاعي. وقمت مزودة بقى دولت بالمحلول بتاعنا بعد ما ظبطته، واتأكدت ان هو ملحه مظبوط ومش محتاج اي حاجة. اهم حاجة ان انت تضغطي على المخلل عشان تخرجي الهواء من البرطمان بتاعك، وتملي البرطمان مخلل ومية على الاخر. ما تخليش فيه هوا، ما تديش فرصة للهوا انه يدخله عشان ما يبص منك. تمام. انا قفلت بقى البرطمان ده بقى اهوت. والعلبة ديت طبعا هي هناكل منها الاول العلبة ديت، والبرطمان بقى بعدين. كده بقى ايه بقى عندنا المخلل بتاعنا والزيتون بتاعنا. هنفتح عليه ان شاء الله في اول رمضان. ولما افتح عليه هنفتح عليه سوا مع بعض علشان نشوفه اخباره ايه وتمام ولا ايه. وان شاء الله يا حبايب قلبي نتقابل في فيديوهات تانية كتيرة جميلة. ودخل علينا رمضان بقى، هنعمل حاجات حلوة. والكنافة بقى وخير رمضان، وكل 1000 سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى ايه تشتركوا في القناة، وقناة مطبخ حنان الفلاحي، وايه واللايك والكومنتات الجميلة بتاعتكم. والى اللقاء.